الله الرحمن الرحيم. معكم مصطفى خليل من صفحة فون فور يو. النهارده الحلقة الأولى من سلسلة حلقات الماك او اس والاي او اس. احنا لسه ما حددناش اسم سلسلة الحلقات دي، فلو عندك اسم شايف انه هيكون مناسب يا ريت تكتبه لنا في كومنت، ممكن نبدأ نستخدمه من الحلقة التانية ان شاء الله. في سلسلة الحلقات دي هنتكلم عن الماك او اس والاي او اس في الأول بشكل عام، بعد كده هندخل في النظام ونشرح حاجات فيه ان شاء الله. في الأول نحب نتكلم عن الماك او اس بشكل عام. هو نظام أبل عملته أو ستيف جوبز في الأول عمله عام 1984. في البداية كانت المنافسة شرسة جدا بين أبل ومايكروسوفت في موضوع السوفت وير. أبل بالماكنتوش ومايكروسوفت بالويندوز كلهم بيحاولوا يسبقوا بعض ويعملوا اسم في السوق الأول. المنافسة في الأول كانت شرسة لدرجة إنها تحولت إنها تبقى عصبية بين محبين أبل ومحبين مايكروسوفت. في بعد كده العصبية دي بدأت تقل، وطبعا ستيف جوبز وبيل جيتس هما اللي أسسوا الطفرة التكنولوجية اللي احنا عايشين فيها حاليا. مش هنتكلم في التاريخ كتير ونبدأ على طول نتكلم عن حلقة النهاردة. هنتكلم عن الماك بشكل عام والأجهزة اللي بتشغل الماك. في الأول نتكلم عن الجهاز اللي معانا وهو ماك بوك اير 11 انش او 11 انش، بروسيسور انتل كور اي 5 بتردد 1.6 جيجا هرتز، والميموري 4 جيجا بايت. النهاردة هتبقى حلقة خفيفة هنتكلم فيها عن الأجهزة اللي بتشتغل بنظام الماك او اس. نظام الماك او اس هو زي ما قلنا نظام خاص بأبل، فما بيشتغلش إلا على الأجهزة اللي بتنتجها أبل. كان في محاولات كتيرة وما زالت من الهاكرز إن هم يشغلوا النظام على أجهزة غير أجهزة أبل، وأصدروا بالفعل حاجات زي هاكنتوش، لكن الأنظمة دي فيها لاجز كتيرة، واصلا اسلوب تسطيبها صعب جدا، وفيها مشاكل ان ما ينفعش ابدا المستخدم يستخدمها بشكل اساسي او يعتمد عليها في اللابتوب بتاعه. النهارده هنتكلم عن الاجهزه اللي بتشغل الماك او اس، ونبدا بالماك بوك 12 انش. الماك بوك 12 انش هو اخر لابتوب اعلنت عنه ابل. هو اللابتوب الوحيد من ابل اللي بيجي بثلاث الوان، انه بيجي بالسيلفر والجراي والجولد، هي الوان اللي موجوده في الايفون والايباد، الذهبي والرصاصي والرمادي. بيجي ب 12 انش ريتنا ديسبلاي، بيجي بانتل كور ام بروسيسور 1.1 و 1.2 و 1.3 جيجا هرتز. دي الترددات بتاعته. بالمناسبة البروسيسور ده أثبت فشله قصاد الانتل كور اي 5 والكور اي 7 اللي موجودين في الماك بوك اير، بالتالي ان ده اقل جهاز ماك بوك في الاداء، وبرغم كده هو اغلى من الماك بوك اير 11 والماك بوك اير 13، عشان كده ما بنصحش بيه ابدا. الباتري لايف بتاعته 9 ساعات، واب تو 512 فلاش ستورج. بيجي نسختين 256 جيجا بايت و512 جيجا بايت. بيجي بالكيبورد الجديدة الخاصة بأبل، والتراك باد الجديدة اللي فيها الفورس تاتش. التراك باد ميزة الفورس تاتش اللي استخدمتها أبل في الأبل ووتش والآيفون 6 اس والآيفون 6 اس بلس وأجهزة الماك بوك برو اللي اتصنعت في النص التاني من 2015. بيجي اللاب بمنفذين بس، هو منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الهيدفونز، ومنفذ يو اس بي تايب سي. يو اس بي تايب سي هو ده اللاب الوحيد اللي من ابل اللي فيه منفذ اليو اس بي تايب سي، وده بيديله مميزات وبيديله عيوب. من المميزات ميزة الشحن السريع، وميزة ان اللابتوب ممكن يتشحن عن طريق باور بانك. اما العيوب فهي بتتلخص في ان الجهاز فيه منفذ واحد يو اس بي تايب سي، بمعنى انك لو بتشحن الجهاز مش هتقدر تدخل او تستخدم اي حاجة تانية. غير كده ان الاكسسوارز بتاعه اليو اس بي تايب سي قليله جدا حاليا، ولو انت مثلا محتاج ان انت تحط فلاش عاديه فانت مضطر ان انت تجيب اكسسوري من تحول اليو اس بي تايب سي لمدخل يو اس بي، وبالتالي اي منفذ انت محتاجه مضطر تشتري له اكسسوري خاصه بيه. ده من العيوب الكبيره في الجهاز، لكن هو ارفع جهاز من اجهزه الماك بوك، هو اصغرهم حجما واحدثهم في الصنع. بعد كده هندخل في الفئة اللي بعدها وهي الماك بوك اير. الماك بوك اير هو الأكثر انتشارا عندنا في مصر علشان سعره المنخفض بالنسبة لأجهزة الماك بوك التانية سواء كانت برو أو الماك بوك 12. الماك بوك اير بيجي نسختين، ماك بوك اير 11 انش و13 انش، مفيش فروقات بينهم كبيرة ولكن هنقولها دلوقتي. ال 11 انش بيجي بشاشة 11.6 انش باكل ديسبلاي مش ريتنا،
بيجي بانتل كور اي 5 1.6 او كور اي 7 2.2 جيجا هرتز. الباتري لايف بتاعته 9 ساعات، والاستورج بتاعته بيجي بثلاث انواع 128 جيجا بايت 256 و512. بعد كده الماك بوك اير 13 انش، وده بيفرق عن الماك بوك اير 11 بس في حجم الشاشة، بيجي ب 13.3 انش، وبيفرق في الباتري لايف ان هي بتوصل ل 12 ساعة. غير كده هو نفسه الماك بوك اير 11 انش. بعد كده هندخل في الفئة الأعلى في الماك بوك، وهي الماك بوك برو. الماك بوك برو بيجي بثلاث أنواع: ماك بوك برو 13 إنش. النوع الأول ماك بوك برو 13 إنش بيجي ب 13.3 إنش باكل ديسبلاي مش ريتنا، بيجي بانتل كور اي 5 بتردد 2.5 أو انتل كور اي 7 بتردد 2.9. الباتري لايف بتاعته هي الأسوأ في الماك بوك بشكل عام، إن هو 7 ساعات بس، بيجي ب1 تيرا بايت أو 512 جيجا بايت. بعد كده الماك بوك برو 13 انش ريتنا ديسبلاي، ده بيبقى اخف في الوزن واقل في السمك وريتنا ديسبلاي، وافضل في الباتري لايف، وافضل في ترددات البروسيسور، هو افضل في كل حاجه من الماك بوك برو 13. بيجي ب 13.3 انش ريتنا ديسبلاي 2.7 و 2.9، ده بالنسبه للكور اي 5، او الكور اي 7 بيجي ب 3.1 دول كور. الباتري لايف لحد 10 ساعات، والفلاش ستورج لحد 1 تيرا بايت. بعد كده الماك بوك برو 15 انش ريتنا، بيجي ب 15.4 انش ريتنا ديسبلاي انتل كور اي 7 بترددات 2.2 و 2.5 و 2.8 جيجا هرتز كواد كور. الباتري لايف 9 ساعات، والفلاش ستورج اب تو 1 تيرا بايت. احنا هنا لما بنقعد في كل جهاز بنقول المعالج ونقعد تقول تردداته. هناك في الابل ستور او في اي دولة فيها ابل ستور، المستخدم لما بيجي يشتري بيحدد الاول نوع الموديل اللي هو عاوزه، بعد كده بيبدأ يختار هو محتاج ايه فيه. يعني بيختار انا عاوز كور اي 5 ولا كور اي 7، ولو محتاج كور اي 7 تردده ايه، ولو محتاج كور اي 5 تردده ايه، محتاج رقم كام من عدد الجيجا بايتس بتاعت الرامات، وبيحدد كل حاجة في الجهاز ويبدأ ياخد الجهاز. لكن عندنا لأن أجهزة بتستورد وبتيجي زي ما هي، ما عندناش الاختيارات دي كلها، بتبقى دايما الاختيارات محددة وكميات قليلة. بعد كده ندخل في الأجهزة المكتبية أو الآي ماك. الآي ماك زيه زي الماك بوك برو بيجي بثلاث أنواع. أول نوع مش ريتنا ديسبلاي، وهو الآي ماك 21.5 إنش، وده بيجي 21.5 إنش باكل ديسبلاي انتل كور اي 5 1.6 جيجا هرتز أو 2.8، بيجي بستورج 1 أو 2 تيرا بايت. كل أجهزة الآي ماك بتيجي بماجيك كيبورد والماجيك ماوس 2 أو الماجيك تراك باد 2 اللي فيهم خاصية الفورس تاتش. بعد كده الآي ماك 21.5 إنش with Retina 4K display، ده بيفرق عن النوع اللي قبله بس في الشاشة والبروسيسور، بيجي ب 4K display Retina، وبيجي ب 3.1 كواد كور انتل كور اي 5 او 3.3 كواد كور انتل كور اي 7 بروسيسور. الاستورج 1 او 2 تيرا بايت، وزي ما قلنا كل اجهزة الاي ماك بتيجي بالكيبورد والماوس او التراك باد. بعد كده الاي ماك 27 انش with Retina 5K display، وده بيجي بال 27 انش 5K display و 3.2 او 3.3 كواد كور انتل كور اي 5 او 4 جيجا هرتز كواد كور انتل كور اي 7. الاستورج بتاعته اب تو 3 تيرا بايت. كده نبقى خلصنا الاي ماك، وندخل في الماك برو. الماك برو الحقيقة ده جهاز اكيد مش هنشوفه عندنا في مصر نظرا لسعره بدون كمارك بدون اي حاجة يوصل ل24,000 جنيه، يعني لو نزل مصر عندنا هيبقى بحوالي 30,000 جنيه. ما اعتقدش ان في حتى شركات هتشتري ده، طبعا لامكانياته العالية جدا. بيجي ب 30 ميجا بايت لحد اب تو 30 ميجا بايت كاش، بيجي 1 تيرا بايت الاستورج، وفي 2 وفي 3 تيرا بايت، وبروسيسور بترددات عالية جدا مش هنتكلم فيه كتير لانه جهاز مش موجود ومش متاح ان حد يشتريه بصراحة. بعد كده الماك ميني،
وده الجهاز اللي ممكن اقول عليه مظلوم بالنسبة للماك، لان محدش يعرف عنه كتير مع انه سعره كويس وامكانياته كويسة. الماك ميني جهاز بيتوصل باي شاشة، بيجي بكور اي 7 وكور اي 5 نسختين، هو اب تو 3 جيجا هرتز دول كور انتل كور اي 7، لكن موجود منه نسخة كور اي 5 وموجودة في مصر، يعني النسختين موجودين في مصر وبيتباعوا بشكل رسمي عن طريق الوكيل. واب تو 2 تيرا بايت ستورج، في منه 1 تيرا بايت وفي 512 جيجا بايت. الجهاز ده سعره كويس وننصح بيه جدا لانه مظلوم ومش واخد حقه ابدا. وبكده نكون خلصنا شرحنا لأنواع أجهزة الماك اللي بتصدرها أبل، وهنتكلم عن ترشيحاتنا للي بيفكر يشتري جهاز ماك. في البداية هنتكلم عن جهاز الماك بوك 12 إنش، وده ما بننصحش بيه نهائيا بسبب سعره المرتفع عن فئة الماك بوك إير. وبالرغم من فرق السعر ده، ففئة الإير بتقدم أداء أفضل منه، غير إن زي ما قلنا أكسسوارز اليو اس بي تايب سي قليلة خصوصا في مصر. فئة الإير بننصح بيها، بتقدم أداء رائع ومفيش فرق بين ال11 وال13 إنش غير حجم الشاشة. ال11 بيميل إنه يكون لاب ميني، فهيكون الاختيار الأمثل للطلاب واللي بيتحرك باللاب كتير. أما ال13 هيكون اختيار كويس للي بيحب يتفرج على أفلام كتير مثلا، بس ابعد عن نسخة ال128 جيجا. بعد كده نتكلم عن الماك بوك برو، وده بننصح فيه بالأجهزة الريتنا ديسبلاي. ال13 وال15 إنش ريتنا ديسبلاي أجهزة بتقدم أداء كويس وشاشة رائعة، واختيار أمثل للي بيحتاجوا إمكانيات عالية لعمل مونتاج وشغل اللاب. فئة الإير تقدر تستخدمها في الشغل ومش هتخذلك، لكن البرو أفضل منها. الاي ماك كويس بكل انواعه، كلهم بيقدموا اداء رائع جدا، بس لو الفلوس مش فارقه معاك يبقى اكيد بننصح بالريتنا ديسبلاي عشان دقة الشاشه. الماك برو لا تعليق، ملناش دعوه. الماك ميني جهاز رائع وبننصح بيه، وبيقدم اداء جيد ومتوفر في مصر بنسختين، الكور اي 7 والكور اي 5. سعره بيبدأ من 7000 ونص تقريبا لنسخة الكور اي 5، مع العلم انه مبيجيش معاه لا ماوس ولا تراك باد ولا الماجيك كيبورد، فهتضطر تشتري لهم كاكسسوارز خارجية، بالإضافة إن يكون عندك شاشة أو هتشتري. لكن هو جهاز ممتاز. بالمناسبة الماك ميني عليه عرض ب9 جنيه. بيس يا مان بيس. وبكده نكون خلصنا الحلقة الأولى من سلسلة حلقات الماك او اس والاي او اس. يا ريت تقولوا لنا رأيكم في كومنت، اقتراحاتكم للحلقة اللي جاية نتكلم عن ايه، وما تنسوش اللي عنده اسم سلسلة الحلقات شايف انه مناسب يا ريت يقوله، ممكن نستخدمه ابتداء من الحلقة التانية ان شاء الله. ما تنسوش تتابعونا على الفيسبوك والانستجرام، تعملوا لنا سبسكرايب على الشانل بتاعتنا على اليوتيوب، وتعملوا شير للفيديو لو عجبكم. استنوا الحلقة اللي جاية ان شاء الله. مع تحياتي، مصطفى خليل، فون فور يو.